صباح الخير والنور والسرور. اشتقنا لكم كتير. سامحونا، يعني امبارح وصلنا كتير متأخرين على اسطنبول وتعبانين جدا جدا كنا. رح نقعد هون تقريبا اسبوع زمان. الفندق بمنطقة السلطان احمد وكتير مرتب الحمد لله رب العالمين. الله يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال بجاه اسم لا اله الا الله. رح احاول قد ما اقدر احط لكم يعني اهم الاماكن في اسطنبول، سواء للي بيجي اول مرة او للي اجى عدة مرات. هاي حديقة الفندق، حقيقة كتير مرتب ما شاء الله. احنا مشينا اقل من دقيقتين عشان نوصل لمحطة الترام، بس قبل محطة الترام بتاعت السلطان احمد شو رح نعمل؟ بياع البرك. هاي محطة الترام هون مواجهة لنا على طول. عند محطة الترام تقدر تعبي كرت اسطنبول، هذا أول خطوة لازم تعملها، تشتري كرت اسطنبول وتعبيه عشان تروح بالمواصلات العامة بسهولة. المطاعم بالسلطان أحمد شكلها كتير حلو، بس حقيقة الأكل مش واو، يعني شكلها فعلا حلو بس الأكل طعم لا. طبعا الشاورما عندهم كتير مشهورة، بالسلطان أحمد كمان ما حبيتها، مش في أي مكان تاكل شوكولاتة طيبة. شوكولاتة؟ شاورما عقلي بالشوكولاتة. طلعنا من سلطان أحمد على محطة بايزيد. لما تخلي الجامعة اللي كان مكتوب عليها أمور عسكرية هي جامعة صارت هلا، على شمالك تمشي دغري شوي بتلاقي سوق أرخص من جوا جراند بازار. محلات ملابس، محلات أدوات منزلية القديمة، كل شيء عندهم هون. جينا على هذا المحل، صدقوني نفس البضاعة اللي جوا جراند بازار بس أسعارهم كتير أحلى وأرخص. الشاب هون اسمه مصطفى. طناجر النحاس عندهم جنن، والأباريق والمغارف حلوين. عشان نروح مسجد السليمانية غيرنا الطريق ورحنا من الطريق الثاني عشان نزول، هذاك لو بيطلع طلوع فصعب. شوفوا كيف كاتبين باللغة العربية. الحجار هون بتحكي قصة تاريخ، عشان تعرفوا احنا مشينا من جنب الجامعة. انتبهوا هون في محطة مترو، هاي بتروح على تقسيم مباشرة. شفتوا وين صرنا؟ المسجد السليمانية على طول، يعني الحمد لله رب العالمين الطريق كتير خفيف وميسر. مسجد السليمانية من أفخم مساجد اسطنبول. هون قبر السلطان سليمان. المنطقة كلها قبور. هيك قبر السلطان سليمان، وهيك قبر مرته حرم اللي سموها هيام بالمسلسل. جبتكم هون عشان أفرجيكم الإطلالة الرائعة من هذا المكان. عائلات وطلاب جامعات ورحلات مدرسية ما شاء الله. هناك قبر المعمار سنان اللي بنى مسجد السليمانية، ومسجد السليمانية مش مسجد بس، مدرسة مدينة كاملة. إطلالة مباشرة على البوسفور، منظر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هناك برج غلطة. ما شاء الله هاي دار الحديث هون، والأخ كان عم بيحكي إنه ما في دخول، وهون بقول دار القراء. ما طلعنا من نفس الباب اللي دخلنا منه، لا طلعنا من الباب الخلفي عشان ننزل على سوق محمود باشا والسوق المصري. هون على الزاوية لقينا محل جملة، طبعا السوق كله هلا بصير جملة، سجاجيد صلاة ومسابح وملابس صلاة. محلات الأدوات المنزلية الحديثة، يعني حدث ولا حرج، من جمال من أناقة. يعني يا ريت الواحد بيقدر يشتري وياخده معاه، بس الوزن مهول راح يكون. الأصل إنك تنزل من جراند بازار على السوق المصري نزول،
لانه جراند بازار على التله فوق، اذا بدك تطلع من السوق المصري لفوق متعب جدا. المحلات هون صح جمله، بس في كثير منهم ببيعوا مفرق. هذا المحل ما شاء الله كمان بضاعته كثير حلوه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكرز بشهي. محلات مفارش كمان هون تاخذ العقل. حبيبتي العفو حبيبتي. الصبايا اللي حابين يشتروا ملابس سباحه محتشمه، مرحبا بك عند المغرب. الله يخليكي تسلمي. اللهم صل على سيدنا محمد. المحل بالسوق المصري اسمه سلسان، رح احط لكم كرتو كمان شوي. ملابس سباحه محتشمه. اللي بيعرف حاجي شريف تاع البوظه والسميد هو قباله بالضبط. هذا عمو صاحب المحل وعنده صبايا. في واحد منهم تحكي عربي منيح كثير. تشك تشك. هذا حاجي شريف اللي كل الناس قاتله حالها عليه. على فكرة كان بالقرية العالمية في دبي. هذا حلاوة السميد، يعني سميد محلى مطبوخ بكون سخن وبحطوا هم تحتيه بوظة ايس كريم، احنا العكس بنحط فوقه قشطة. هيك دخلنا على السوق المصري، مصري بازار بيسموهم، الصوابين والبهارات والمكسرات والحلقوم. الفواكه المجففة عندهم ما شاء الله لا قوة الا بالله رائعة. وهذا الحجي ما شاء الله عنه. حاسة حالي بالقرية العالمية. شكرا دبي نقلتينا للعالم والله العظيم. كانوا بالقرية عندهم لياف طبعا وبشاكير، وهاي الصابونة زي الصابونة النابلسية عندنا بفلسطين. نفس البضاعة اللي كانت بالقرية العالمية في دبي، بس اللهم أرخص هون الحمد لله. بس مش أرخص كتير بصراحة، بس أرخص. بضاعة هذا المحل رائعة. لما تيجي على اسطنبول ما بنفع تاخذ مكسراتك حقيقة إلا من هذا المحل، جودة عالية جدا جدا. مالاتيا بازاري بالسوق المصري عندهم أشياءهم مميزة جدا، صحيح أغلى من غيره، أنا ما بنكر أشياءه أغلى من غيره، ولكن أنا بدي أفرجيكم نوع الفستق. هذا فستق حلبي محمص ومدخن، مو طبيعي طعمه يا جماعة، مو طبيعي. الحلقوم عندهم مميز جدا، واللي بحب ياخذ هدايا حركات ممكن يحطهم بعلب زي هاي، واللي بحب ياخذ فواكه مجففة جاهزة مرتبينها هم ببوكسات للسفر فظيعة. هون حتى اللي سألوني عن العسل مش عارفة، أنا فكرتهم جايين رحبوا فينا طلعوا مروحين الجماعة. هاي النافورة الصغيرة بالسلطان أحمد، عم ببيع عوامة هناك الزلمة، عشان الاحتفال اللي عاملينه عم بضيفوا الناس عوامة الجيمات، يعني هم بسموها لقمة. لما تيجي اسطنبول لازم تيجي عند سلطان احمد كفتشي ما بعرف والله، كفتشي مطعم سلطان احمد كفتشي، مطعم قديم من اقدم مطاعم اسطنبول، وما شاء الله عنهم من سنه 1800 ومش عارفه مين، بس كثير زاكي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك له صاحب المحل، من كل الاعمار من كل الاجناس، نساء رجال عرب اجانب اتراك، ما شاء الله لا نستطيع. لغايه ما ابو معن يحرق. خلينا لكم احنا شو عملنا بعد ما خلصنا من السوق المصري. رجعنا على الاوتيل بين اغراضنا وقعدنا وارتحنا شوي، بعدين رجعنا نزلنا تغدينا. الحلاق هذا كل سنه بيجي ابو معن بحلق عنده، موقع طبعا بسلطان احمد بين المحلات بالممرات. صباح يا حبايبي، مش تخلوا الشباب يضحكوا عليكم، ترى شوفوا 50,000 ماكينه عندهم، ما بعرف هاي لايش، فرشايه وخيط تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لا 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 لا، واحنا بنفكر بروح على الحلاق وبرجع وخلص. اليوم احنا راجعين على فكره من السوق المصري، لما نزلنا من محطه ترام سلطان احمد لقينا شاب وصبيه سعوديين الله اعلم او خليجيين، يعني معاهم شنطة سفرهم، وواضح تماما انهم هم
يعني تايهين، فقلنا لهم بدكم مساعدة إشي وانتو تايهين. فعلا شكلهم لسه واصلين من المطار ومش عارفين وين موقع فندقهم بالضبط. دليناهم على موقع فندقهم لأنه كتير قريب. بس نصيحة لكم جميعا، خصوصا بيجي على اسطنبول لأول مرة، خلي الفندق يجي ياخدك هو من المطار أحسن بكتير، لأنه في أشياء بتتوه إذا مش عارف موقع الفندق، مشكلة. الصبح لما فرجيتكم محل ملابس السباحة المحتشمة بكل ثقة بقولكم اسمه سن، لا غلط، سان سيرف، اسمه سان سيرف. طلعنا من الفندق، نزلنا محطة كبتاش، أول ما نزلنا على طول لقينا التوت اللذيذ والجرنك عربيات الذرة والكستنة ما شاء الله. إذا قررتوا تطلعوا رحلة بحرية لازم تاخذوا كعك الطعم والنوارس. طلعنا من الأوتيل بالترام سلطان أحمد على كبتاش، آخر محطة كبتاش. من هناك أخذنا باص رقم 22، وممكن تاخذوا باص رقم 22 ار اي او 25 اي، كلهم بوصلوا على أورتوكوي. هلا وصلنا على أورتوكوي، هلا بفرجيكم اشياء حلوه كتير هون ان شاء الله. من اول ما ندخل بنلاقي محلات الاكسسوارات والطواقي والشنط، حركات. اللي بحب يطلع جولة بحرية ممكن يطلع من هون. هذا فندق ذا هاوس، لا أمل هذا المكان على الإطلاق. مادو مطاعم، كافيهات، تقدر تاخذ كاسة شاي وتقعد هون، كل واحد على راحته. تعرفوا احلى شيء بسناب ايش؟ انه الاقي واحدة من المتابعات عندي قدامي بوجهي وتيجي جاي خصوصي بس عشان تسلم علي. شكرا. ام عبد الله من الكويت، حست انه الدم بحنحن، سبحان الله. قلت لكم انا الكويت امي اللي ربتني. الله يسعدكم ويرضى عليكم ام عبد الله وابو عبد الله. محلات الاكسسوارات في أورتوكوي أسعارها جدا ممتازة للعلم. من الناحية الثانية من المسجد تلاقوا ألعاب للأطفال، كافيهات كمان، والبطاطا المشوية، تلاقوا بسس. هذا كافيه بلتاش هون، طلعته مباشرة على البوسفور. ولا مرة رحنا على فكرة ولقينا قاعدة على البوسفور مباشرة. هاي البواخر بتطلع من هون رحلات البحرية، واللي اعتقد هوب ان هوب اوف، مش متأكدة اذا بيطلعوا من هون كمان. السنة الماضية كان في عرسان عاملين عرسهم على الباخرة، والتقوا هون مع المعازيم، وكان منظر عن جد جميل حلو كتير. هاي القعدة جديدة عاملينها، ما كانت موجودة قبل هيك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. مساء الخير والنور والسرور. اجينا على اتليير على مطعم جنايدن نتعشى مع اصحاب عزيزين. سبحان من الف القلوب. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا لطيف يا لطيف.
الله يكفينا شر النار. شكرا جدا. كلنا واقفين بنصور بالشو. تمام. Here we will do it for your picture now. Special picture. شقوا زين. خليكم تحضروا العرض كامل. طعميكم كتمر. هذا من أطيب الحلويات. عجينة محشية بالفستق، عجينة فستق فيها آيس كريم.